السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل نموذج تقييم الاسبوع الثاني اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي. هنقرأ اول حاجة، هنقول ايه بقى؟ ركزوا معايا. طيب، حب الوطن فطرة في اعماقنا لا يدركها الا من غاب عنه واتعبه الحنين، وحب الوطن حب مزروع في قلوبنا منذ الصغر، وهو الذي يدفعنا الى التمسك بالوطن والوقوف لحمايته بكل ما نستطيع والسعي إلى تطويره في كل المجالات. هنا بيسألنا أول سؤال ويقول لنا إيه؟ ويقول لنا اختار الإجابة، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول حاجة معنى يوجهنا، عاوز معنى يوجهنا من الإيه؟ من الفقرة دي. طيب يوجهنا يعني إيه؟ هنا هو قال وهو الذي يدفعنا إلى التمسك بالوطن، يبقى يوجهنا يعني إيه؟ يدفعنا. تاني حاجة جمع الوطن، جمع الوطن الأوطان، برافو عليكم. طيب هنا أكمل، حب الوطن يتعلمه الإنسان، يبقى حب الوطن يتعلمه الإنسان إيه؟ ها، حب الوطن يا ميس يتعلمه الإنسان بإيه؟ ها، بالفطرة. حب الوطن يتعلمه الإنسان إيه؟ بالفطرة. يبقى هنقول بالفطرة. وممكن نقول إيه كمان؟ وممكن نقول منذ الصغر، واحنا صغيرين، يبقى بالفطرة أو منذ الإيه؟ الصغر. تاني حاجة يدفعنا للتمسك بالوطن والسعي لتطويره. إيه بقى اللي يدفعنا إلى؟ يبقى هو قال هنا، هو هنجيب كله من الفقرة، مش هنجيب حاجة من بره. هنقول إيه؟ يبقى وهو الذي يدفعنا إلى التمسك بالوطن. إيه اللي هو؟ يقول وحب الوطن حب مزروع بيعمل إيه؟ في قلوبنا منذ الصغر، وهو الذي يدفعنا. يبقى حب الوطن اللي بيدفعنا إلى إيه؟ إلى للتمسك، بيدفعنا للتمسك بالوطن والسعي إلى تطويره. يبقى حب الإيه؟ حب الوطن. برافو عليكم. طيب إلى ما يدعونا حب الوطن؟ هو حب الوطن بيدعونا إلى إيه؟ بصوا هنمسح دي وهعلم لكم عليها. حب الوطن إلى ما يدعونا حب الوطن، يدعونا إلى إيه؟ هناخدها من الفقرة. يدعونا إلى التمسك، أهو يدعونا إلى التمسك بالإيه؟ يدعونا إلى التمسك بالوطن والوقوف لحمايته بكل ما نستطيع والسعي إلى تطويره في كل المجالات. يبقى دي هنكتبها تمام كده. هنكتب من أول التمسك بحب الوطن والوقوف لحمايته بكل ما نستطيع والسعي إلى تطويره في كل المجالات. تمام كده. طيب نحل بقى اللي بعدها كده. بيقول ايه؟ استخرج من الفقرة. هنستخرج من الفقرة اللي فوق. هو عاوز ايه؟ اسم. هندور على اسم، اي اسم بايه؟ بالالف واللام. هندور على حاجة بالالف واللام. يا ميس سهلة جدا. طب ايه هي؟ نجيبها مع بعض. الوطن، الوطن اسم. برافو عليكم. يبقى هنكتب هنا الوطن. طيب عاوز ايه؟ فعل ماض. فعل ماضي يعني ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول يا ميس من غاب. غاب، كلمة غابة. من دي قلنا دي، من دي مش حرف جر هنا، تمام؟ دي من مش حرف جر. طيب يبقى هنقول نقول ايه؟ نقول غابة فعل ماضي يعني غابة. تمام كده. طيب عايزين حرف جر. حرف جر حب الوطن في أعماقنا، يبقى في حرف جر. طب جمع مؤنث، ايه هو الجمع مؤنث؟ ها، هنقعد ندور كده. يقولك في أعماقنا وحب الوطن في قلوبنا منذ الصغر وإلى التمسك لحماية والسعي إلى التطوير في كل المجالات. يبقى الجمع مؤنث هنقول المجالات. طيب ضمير غائب، ضمير غائب حد مش موجود، بقول ايه؟ ضمير غائب ها موجود. وهو الذي يدفعنا، يبقى هو ضمير غائب. طب اسم موصول، اسم موصول يا ميس ها موجود فين؟ اسم الموصول ندور عليه. حب الوطن عنه إلى حب قلوبنا هو الذي. الذي يا ميس اسم موصول، يبقى الذي. برافو عليكم. طيب نحل اللي بعده. أكمل وصف العبارات الآتية. هنا بقى أحب معلمتي. أحب دوت هناخد إيه؟ أحب يعني من قلب يا ميس، مشاعر. تمام برافو عليكم. طب لن أهمل واجباتي، أنا مش بعد كده مش هعمل كده تاني. يبقى ده إيه؟ درس تعلمته. طيب كم أتمنى النجاح النجاح بالتفوق.
أتمنى دي أمنية، ده أنا بتمنى أمنية. أصبحت الآن بصحة جيدة، أنا دلوقتي بقيت كويس، ده تحديث للموقف. تحديث الموقف. تحديث الموقف. تمام كده. وهنا في إملاء، المدرس هيملينا إملاء. هنا هنعمل إيه؟ هنكتبها وناخد بالنا من إيه؟ علامات الترقيم. ناخد بالنا من علامات الترقيم ونسمع درس علامات الترقيم عشان نعرف نكتب إزاي. تمام كده. وكده نكون حلينا إيه؟ نموذج تقييم الأسبوع الثاني. وإن شاء الله بإذن الله نحل لكم بعد كده التقييمات الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.